انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد الاعتداء الوحشي من جانب جماهير شباب بلوزداد الجزائري على لاعب الزمالك المصري، والكاف يصدر قرارا صادما للجزائر. شاهد ماذا حدث. شهدت مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع الزمالك المصري أحداثا مؤسفة والتي لعبت في الجزائر، فقد شهدت هذه المباراة أحداث عنف شديدة، حيث نقلت الإذاعة المصرية أن عددا كبيرا من الجماهير الجزائرية اقتحمت أرضية الميدان واعتدت على لاعبي الزمالك المصري، واعتدوا عليهم بالعصا والحجارة والكراسي وبعض الأسلحة البيضاء. ونقل المصدر أيضا أن أحد لاعبي الزمالك تم الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض. من جانب آخر صرح مسؤول رفيع المستوى داخل الاتحاد الإفريقي وأدلى بتصريحات لشبكة أفريكا سبور وقال: هذا يوم أسود في تاريخ كرة القدم الإفريقية ويوم حزين، لقد اعتدت الجماهير الجزائرية على لاعبي الزمالك المصري. وأكد أن هنالك اجتماع طارئ للكاف سيناقش هذه الأحداث المؤسفة، وسوف تكون عقوبات قاسية على الجزائر.